شكلها ايه؟ وضعنا الحالي عامل ازاي؟ وضعنا الحالي متوقفين. نحن توقفنا عن العمل من اكتر من 3 سنين. وانا هاخد بداية كلامي من نهاية كلام حضراتكم، وهو ضرورة ان المرحلة اللي احنا فيها النهاردة احنا محتاجين اكتر شيء للعمل. كل منا يجب ان يعمل في مجاله، ويجب ان يعمل في ظل رؤية عامة من التخصص، لان في فوضى في مصر ان كل واحد ما بيقومش بدوره، وده في الحقيقة هو سبب من المشاكل الكتيرة اللي احنا بنعيش فيها النهاردة، وسبب من مناخ طارد للاستثمار الأجنبي. مش موجود في مصر النهاردة غير المستثمر الأجنبي المغامر اللي يعني بيعمل في المضاربات، لكن الاستثمار الحقيقي اللي قائم على البنية التحتية والقائم على الصناعات الثقيلة ده ما بقاش موجود. في الحقيقة النهاردة المستثمرين الموجودين في مصر موجودين عشان المستهلك، بمعنى أكتر وضوح ايه النهارده اللي المناخ في مصر بيوفره للمستثمر الاجنبي عشان يجذبه. يعني اذا حضرتك عايز تعرف ايه شريحه المستثمرين الاجانب اللي موجودين في مصر، لازم نعرف ايه الاول اللي احنا بنوفره للمستثمر الاجنبي عشان نقدر نجذبه للعمل في دولتنا. تمام. لكن في الحقيقه حضرتك لو فحصت القوانين المعمول بيها النهارده في مناخ الاستثمار ككل، هتجد ان البيئه دي كلها لا تسمح بوجود مستثمر جاد. حضرتك لا تمنح اي حوافز للمستثمر الاجنبي عشان يستثمر في دولتك، وبالتالي لا يوجد امام هذا المستثمر الا 90 مليون مستهلك. هو ده عامل الجذب الوحيد للمستثمر الاجنبي في مصر، هو الشريحه الواسعه من الاستهلاك. وده برضو بينعكس على طبيعه الصناعات وطبيعه المناطق اللي هم بيجوا يستثمروا فيها. هو جاي عشان يستثمر في سلعه استهلاكيه، سلعه هتستهلك في أقل فترة ممكنة عشان خاطر هو يقدر يجمع رأس المال اللي هو بدأ بيه مشروعه، ثم يعيد تحويل رأس المال ده إلى خارج مصر، وبالتالي لا يستفيد الاقتصاد المصري من هذا النوع من الاستثمار. بمعنى أكثر وضوحا، إذا ما حضرتك بدأت تستثمر أموالك في مشروع إنتاجي ينتج سلعة استهلاكية، وحطيت رأس مال ابتدائي عبارة مثلا عن 1,000,000 جنيه، ال1,000,000 جنيه ده المستثمر هيقدر انه في خلال سنة من خلال السلع الاستهلاكية انه يستعيده، ثم السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة هو بعد كده بيخرج الفلوس المصرية خارج مصر. وده في شكل الارباح بتاعته في شكل المواد الخام. فاحنا لازم ناخد كل امر من بدايته. تعال حضرتك نشوف القانون، قانون الاستثمار، القانون سنة 97. القانون ده حينما صادر كان في مجموعة كبيرة من الضمانات اللي مصر كانت بتمنحها للمستثمر الأجنبي بالفعل، لكن القانون ده مر بيه عدة تعديلات، من ضمنها تعديل لسنة 2005 بموجبه لغى المشرع المصري المادة 16 و17 و18 و19 والمتعلقين بالإعفاءات الضريبية اللي المستثمر الأجنبي كان بيتحصل عليها في مصر. يعني القانون في بداية صدوره كان بيمنح للمستثمر الأجنبي مدة إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، مع منحه مجموعة من المزايا المتعلقة بان انت تقدر في بداية استثمارك تخصص ارض او تخصص مكان معين تمارس من خلاله نشاطك. لكن الممارسة العملية الحقيقية، تخصيص الارض دي تبقى ملكه بعد كده؟ كان من المفترض ان يبقى في شكل او اخر للتخصيص ده، اذا كان ايجار تمويلي او اذا كان بيع بالتقسيط زي ما حضرتك بتتكلم، هيكون في الاخر نقل الملكيه للمستثمر. يعني في اكتر من طريقه من طرق توفير الارض ديت من نظم الاستثمار، لكن احنا هنا في مصر بالفعل احنا ما بنقدمش الخدمه دي. يعني هذه الخدمه واحنا النهارده بنتكلم بقى طبعا عايزين المواطن المصري البسيط اللي احنا النهارده من خلال استضافتك معانا وعايز يعرف التشريعات الجديده وايه اللي هيعود عليه، وهل التشريعات الجديده زي ما تعمل جذب لرؤوس الاموال الاجنبيه والمصريه وتحافظ على البنيه الاساسيه، ما يبقاش فيه هروب مال بعد كده، يبقى فيه كل واحد بيشتغل بنوع من الاطمئنان والسكينه لان مشروعه مستمر من خلال القوانين الجديده. هل بتشوف ان شاء الله صدور هذه القوانين الجديده هتدي اتساع اكتر لرجال الاعمال وايضا المواطن المصري البسيط اللي عايز يحس بالامان والاستقرار؟ في الحقيقه هو ده سبب وجودي النهارده مع حضراتكم، وهو الدفعه الايجابيه اللي الحكومه النهارده فعلا بتتخذ فيها خطوات واضحه تجاه المناخ التشريعي ككل. لان حضرتك ما تقدرش تقول ان انت عايز تجذب مستثمر اجنبي وتعدل له قانون واحد او توفر له قانون واحد متعلق بالاستثمار، لكن الموضوع في مناخ تشريعي متكامل. وعشان كده كان قرار رئاسة الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي. في حقيقة الأمر اللجنة دي منصوص عليها في الدستور المصري المستفتى عليه عام 2014.
واللجنه دي من دورها اعاده فحص كافه القوانين المعمول بيها داخل مصر، لان حضرتك لما تيجي تتكلم على استثمار ما يجبش ان احنا ننظر للموضوع من ظل انه قانون الاستثمار فقط، لا، ده قانون الاستثمار وقانون التجاره وقانون الشركات والقوانين المتعلقه بالعامل، لان العامل ده يعتبر النواه الاساسيه للعمل وللمستثمر الاجنبي. يعني حزمه من القوانين طبعا بالتاكيد. حضرتك هذه القوانين او هذه الحزمه من القوانين في خاصه في اتفاقيه الجنرال اللي هي الاتفاقيه العامه اللي تحرير التجاره العالميه والتعريفه اللي هي الجنرال اجريمنت تريد اوف تعرف للجات اللي كان يطلق عنها. هذه الاتفاقيه بتخلي اي حد يدخل منتجات لمصر بدون اي جمارك، وبالتالي بتكون السلعه دي سعرها ممكن ارخص رغم ان هي اجود وارخص من سلعه موجوده مصريه. هنقول للناس الوطنيه وكل حاجه، هيقول لي حاضر بس انا شايف السلعه دي ارخص وكمان اجود. الموقف هيكون محرج جدا، والموقف في مصانع ممكن هنا في مصر تقفل، وفي هذه المصانع فيها ايدي عامله مصريه وده الاخطر. هنتصرف ازاي؟ والله هو في الحقيقه يعني جزء من الكلام صحيح وجزء من الكلام عباره عن طب صحح يعني لنا لو في حاجه معلومات مش واضحه للناس. وفي الحقيقه ما فيش لغايه النهارده سلع بتدخل مصر او منتجات او حتى ادوات تصنيع معفاه تماما من الجمارك، لا احنا بالفعل عندنا جمارك بتطبق على السلع. منذ انضمام مصر في سنه 1995 لمنظمه التجاره العالميه وبالتالي لاتفاقيه الجات كانت قدامنا تحدي حقيقي. التحدي الحقيقي ده مرتبط بالصناعه اكتر من ارتباطه باي شيء تاني، لان حضرتك اذا ازلت القيود الجمركيه وبالتالي فتحت اسواقك للصناعات الاجنبيه، ده هيمثل تحدي للصناعه المحليه عند حضرتك كبير. التحدي ده في اكتر من حاجه. التحدي ده هيبقى مرتبط بمدى توفر المواد الخام عند حضرتك عشان تقدر توفر منتج يتنافس، بمدى توفر الكفاءة الإنتاجية، وهذه الكفاءة الإنتاجية هي مش أمر بينشأ وليد اللحظة، لا، هذه الكفاءة الإنتاجية هي يعني وليدة الظروف الاقتصادية والتاريخية التي تمر بها الدولة. ومن خلال ده كان واجب على مصر من وقت انضمامها لاتفاقية التجارة العالمية ان هي تبدأ تعمل اصلاحات في المؤسسات الصناعية الموجودة عشان نقدر ننافس. لان في الحقيقة احنا لما مضينا برضو على اتفاقية الجات، وهي الاتفاقية المشهورة الاكتر بالنسبة للناس، احنا ماضيين معاها على اتفاقية تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية اسمها اتفاقية التريبس. الاتفاقية دي بتفرض علينا ان احنا ما نقدرش نستخدم طرق التصنيع اللي هم بيصنعوا بيها منتجاتهم، بيسموها النو هاو. النو هاو بالظبط كده. فانت هتفضل دائما محصور في منطقه الاستهلاك. ودي هي المشكله الرئيسيه بالنسبه لنا، لان حتى انا لو وفرت لك النهارده الماده الخام، انا مش هقدر اوفر لك طريقه التصنيع اللي هتطلع لك المنتج على نفس قدر الجوده. الايدي العامله المتميزه المدربه برضه بالتاكيد ده شق مهم جدا من الموضوع. احنا النهارده ما بنحافظش على العامل بتاعنا، وعشان كده في جزء كبير من الاصلاح التشريعي اللي حاصل النهارده جاي على قانون العمل ذاته. لان انت اذا كنت حريص على تطوير صناعه او على تطوير شيء معين لازم تهتم بالناس اللي بيقوم عليها الصناعه.